الشاب العراقي قاعد يقول لك اني اروح اخطب بنيه، اروح لها هي يا دوب على قد حالها وهسه من يحكي يشتغلوننا بالتيك توك والانستغرام وزينب تتنمر. لماذا؟ ليش؟ لانه من يروح يخطبها يروح لها على مواصفاتها البسيطه، تقعد تطلب من عنده طلبات ما تطلبها اسرائيل حتى ترجع لنا غزه. يعني يروح لها هي بطرق يعني هذه قضيه المراه هكذا يا خيم. وهسه احنا محامين والست محاميه وتعرف، يعني انت مواصفاتك بسيطه وعلى قدك وجاك ابن حلال قولي يا الله والستر زين ومشي الحال. راح تطلب اريد ذهب للحنه وذهب، هسه جاي موديل ذهب بالمهر وذهب بالمعروف شنو، واريد كذا واريد بيت وحدي واريد واريد واريد. انت هذه الطلبات انت بدك تحكين عن فئه معينه، لكن اكو انا احكي عن الفئه اللي بسببهم راحوا ولدنا يتزوجون من برا. هذا الشاب العراقي يقول لك بدل ما اني اتزوج لي وحده بهالمواصفات البسيطه وراح اصرف هذا الصرف وبعدين لا بس اقول لها بخ تروح تركض للمحكمه تطالبني بالحاضر والغايب، اني اروح اجيب وحده من برا اتزوجها بخاتم.